ازيكم؟ وحشتوني. النهارده هنتكلم عن كتاب هحط لكم في الاخر الفيديو الكتاب، فاستنوا لحد اخر الفيديو. بس الكتاب ده انا قريت اول مثلا 50 صفحة منه، لسه بكمله. بس من الحاجات اللي علمها لي الكتاب ده اول حاجة هي فك التعلق. وكلنا عارفين وكلنا مدركين ان احنا متعلقين بحاجات كتير قوي ماتيريالستيك، حاجات كتير قوي لو فكرنا في الموضوع هنلاقي انها، مش عايزة اقول ملهاش قيمة، لكن مش هتديك حاجة. يعني لو انت متعلق قوي بالماديات او بالفلوس، فحب اقولك ان الفلوس ممكن تروح وتيجي. كلمة كليشيه، بس احنا كلنا عارفين ان الفلوس بتروح وتيجي. لو انت متعلق بمنصب معين فانت مدرك، المفروض انك تبقى مدرك ان انت ليك وقت معين والمنصب ده هيروح منك. طيب لو انت متعلق باهلك فلازم تبقى برضو عارف ومتأكد ان هما برضو ليهم وقت محدد عايشينه معانا وهيمشوا. لو انت متعلق بزوج او بزوجة، متعلق باولاد، فالزوج او الزوجة مش شرط يبقوا معانا forever. الأولاد بيكبروا وبيتجوزوا وبيمشوا ويبقى ليهم حياتهم. فلو ركزنا كده في الكلام هنلاقي إن كل حاجة في حياتنا حرفيا هي بتمشي، بيبقى ليها وقت وبتمشي. طب تعالوا نشوف الفاكت الحقيقية الوحيدة اللي في حياتنا اللي ثابتة وما بتمشيش، وعمرها من قبل ما نيجي وبعد ما نمشي هتفضل برضو معانا، وهو ربنا. فما بتفهم كونسبت انه كل شيء في الدنيا زايل الا وجه الله، بتبدأ تهدى، بتبدأ تفكر شوية، هو انا ليه متعلق قوي بالمنصب ده؟ هو على فكرة ربنا اللي اداهولي، فهو ممكن ياخده مني في اي لحظة وممكن يديني احسن منه في اي لحظة. لو انت متعلق بماديات، بفلوس، بلايف ستايل معين، بشغل معين، تايتل معين متعلق بيه، وفي فرق كبير بين الحب والتعلق، وممكن نتكلم في فيديو تاني عن الفرق ما بين الحب والتعلق، ولو عايزين اكتبولي في الكومنتس. المهم، التعلق بيبقى شيء مرضي شوية، ان انا ببقى attached لحاجة، وما الحاجة دي بتنفصل عني بحس ان انا مثلا ماليش قيمة، بحس ان انا في حاجة كبيرة قوي ناقصة، بحس ده شوية تعلق بلايف ستايل معينة. كلنا اكيد عايزين نعيش احسن عيشة، كلنا اكيد عايزين يبقى معانا حالتنا المادية تبقى كويسة، عايزين يبقى عندنا رفاهيات. هو احنا بني ادمين كده. بس الفكرة كلها ان انت يبقى عندك الحاجات دي الحمد لله، وتحمد ربنا وتشكره عليها، لانها مش منك ومش شطارة منك، هي هبات من ربنا لينا او رزق من ربنا لينا. فاحنا محتاجين نحمد ربنا ونبي grateful، ولئن شكرتم لازيدنكم. الشكر مش شكرانية بالكلام كده ان انا اقعد اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا، هو الشكر انك تحس بقيمة الحاجة اللي عندك. ما تنسبش اي حاجة لنفسك، لان كل اللي انت فيه مهما كان هو ايه، هو بتاع ربنا. هو في اللحظة بجد ممكن ياخد منك كل حاجة. هنا بقى بيجي فك التعلق، ان احنا نبقى مدركين بعقلنا وبقلبنا ان الله واحد احد، وان كل شيء في الدنيا زايل الا وجه الله، وان انا ما اتعلقش بحاجه مهما كانت هي ايه، سواء اهل، فلوس، كل الحاجات دي ارزاق. ما اتعلقش برزق، وما اتعلق بمين، اتعلق بصاحب الرزق اللي بيديني الرزق ده، اللي كرمني واللي ساترني واللي بيغفر لي واللي رحمني واللي واللي واللي. واحنا عايشين في كل الحاجات دي، بس احنا بننسبها لنفسنا كبني ادمين، هي اكشلي مش بتاعتنا خالص، هي بتاعت ربنا. فكل حاجة هي عندك هي بتاعت ربنا، مش بتاعت أي حد تاني، مش شطارة منك، مش فهلوة، مش هي بتاعت ربنا. ففك التعلق حاجة مهمة جدا، محتاجين ان احنا نفكر فيها ونركز عليها. طيب دلوقتي هقول لكم الكتاب اللي فتح عيني شوية على حتة التعلق، لأن أنا برضو كنت متعلقة بحاجات كتير في حياتي. لما بدأت أدرك إن الحاجات دي هي كلها هبات من عند ربنا ورزق وبركة وحاجات كلها من عند ربنا، حاجة أنا ماليش إيد فيها خالص، بدأت أكون أهدى نفسيا. ما دي حرب بقى برضو الشيطان بيلعبها علينا. هو بيخليك هو عايز يخليك
عايز يخليك متعلق، عايز يخليك فاكر ان انت اللي عملت ده، وان انت شاطر، وان انت جميل، وان انت كل حاجة بايدك، وان انت قادر تملك الدنيا كلها بايدك. ماشي، دي حاجة انت تقدر تعملها فعلا لو انت في طريقك مع ربنا. هيديك كل اللي بتحلم بيه واللي ما بتحلمش بيه، بس تبقى معاه. لكن ان انت تبقى فاكر ان انت اللي جبت المنصب ده، وان انت اللي جبت الفلوس دي، وان انت اللي عملت ده وعملت ده، فانا بقولك هتقع على دماغك. فركزوا في انكم تحمدوا ربنا وتشكروه على كل نعمة عندكم، على كل صغيرة وكبيرة بجد في حياتنا. هتلاقوا الدنيا فرقت معاكم جدا، هتلاقوا التعلق بالاشياء قل جدا لما تنسب كل حاجة لربنا، وما تنسبش اي حاجة لنفسك، لانك بجد انت ما عملتش حاجة. يعني انت لما بتذاكر انت بتذاكر لنفسك، لما بتتعلم انت بتتعلم لنفسك، مش لحد تاني او مش لربنا. هو ربنا مش هيقف يسقف لك ويقول لك برافو انت عملت ده عشاني، لا، هو انت مش بتعمل اي حاجة. فانت اي حاجة بتعملها انت بتعملها علشان نفسك، عشان انت تبقى احسن، عشان صورتك تبقى احسن قدام نفسك وقدام الناس. ارمي كل ده ورا ظهرك وركز في رضاك لربنا ورضاك على نفسك، ان انا بعمل اللي عليا. يا رب انا بتديني رزق، انا بأنفق جزء من الرزق ده للغلابة او للناس اللي محتاجة او الاقربون، اولى بالمعروف. بنمشي الحياة بالرتم اللي ربنا عايزه، وما تخلوش الشيطان يضحك عليكم، عشان الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضل. افتكروا دايما ان الشيطان عايزنا نفضل في الارض، عايزنا نفضل اشخاص مادية، عايزنا نفضل تحت، مش عايزنا نرتقي، مش عايزنا نبقى احسن. فانا مش عايزة اديله الفرصة دي. طب هعمل ايه عشان ما ياخدش الفرصة دي؟ احاول اقلل الستريس، عشان هو هيدخل لنا من حتة الستريس، هيخوفك من بكرة، هيقلقك او يخليك تفضل تلوم وتعاتب نفسك على الحاجات اللي حصلت في الماضي، برغم من ان ربنا قال ادعوني استجب لكم. فلما تدعي ربنا بالرحمة بالمغفرة، بان ربنا يديم ستره عليك ويسترها عليك، هو مش عارف يعمل لك حاجة. فسيمبلي هو كله هنا وهنا. فانت بتتعامل ازاي مع نفسك، بتتعامل ازاي مع ربك، كل حاجة ربنا هيفتحها في وشك. والكتاب اللي ساعدني ان انا افهم حتة التعلق، طبعا مع قراءة في المصحف برضو، وتحاولوا تفهموا الايات وكده، هتفيدكم قوي في مرحلة فك التعلق. الكتاب ده لو لقيتوا منه كوبي بالعربي هيبقى احسن بكتير، لان هو فيه ايات قرآنية وفيه كلام انا حسيت ان انا محتاجة اقراه بالعربي، مش محتاجة اقراه بالانجلش. فلو لقيتوا ان الكتاب ده نسخة عربي، هاتوا العربي احسن، لان هي اصلا الكتابة مصرية او عربية، يعني بصراحة مش عارفة، لكن I prefer ان اقراه بالعربي مش بالانجلش خالص. فلو لقيتوا النسخة بالعربي هاتوها بالعربي احسن بكتير. انا قريت شوية دول من الكتاب ولسه هكمل، يعني دول شوية اللي قريتهم، بس بجد حلوين وبيقللوا ستريس فعلا. وبيحسسوك انه هو ربنا معانا، هو ربنا ما سابناش يا جماعة، ولا عمره هيسيبنا، ولا اصلا عمره سابنا. كبرنا القرآن اكتر وفهمنا اكتر عن ربنا وعن نفسنا، اكيد 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 حاجات كتير قوي في حياتنا هنتخلى عنها، وحاجات كتير قوي هنبطل ننسبها لنفسنا وننسبها للخالق واحد احد اللي مفيش غيره في الدنيا، هو ربنا. وما تتعلق بحد ما تعلقش نفسك غير بيه، هو اللي دايم معانا، وهو اللي باقلنا، وهو اللي يا رب يديم ستره وعفوه ورضاه علينا كلنا. آمين آمين آمين.